الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبينا عن أمتي. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اليوم نفتح المدرسة مشروع بناء مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم المستدار عباس نحاس وعائلته في مدينة الأسد، ونقول لهم جزاء الله خير الجزاء، شكر الله أمثالكم وأبدل الله فيه خيرا وجزاء. المشروع تنفيذ جمعية النهرين الخيرية. المشروع اسمه بناء مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم. يقول الله عز وجل في قوله: إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية مثل هذا بناء المدرسة أو البناء المسجد أو المستشفى أو حفر البيت. إحنا اليوم بناء مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، فنقول لهم المتضرعون عباس نحاس وعائلته في مدينة لندن، وأبدل الله فيه خيرا وجزاه الله خير الجزاء وكثر الله أمثالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية والتقدير، نحن اليوم في اليوم 22 الشهر الثاني شهر أغسطس 2013 ميلادية، ونحن اليوم نود أن نشكر كجمعية النهرين الخيرية إلى المتضرعون عباس نوافات وعائلته في مدينة لندن. وأقول بعد حمد لله سبحانه وتعالى شكرا لكم، أعني عباس نوافات وعائلته في مدينة لندن. وأشكر انطلاقا من هذا المشروع الخيري، مشروع بناء مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم للأيتام والمساكين في حي حاوتاكو في مدينة أبقوي. ونقول لكم شكرا لكم على بذل الجهد في هذا المشروع الخيري. وأشكر ونشكر كجمعية النهرين أعضاء جمعية النهرين الخيرية، ونقول لكم أطال الله بقاءكم بسبب ما أنجزتم من الخير. فها نحن اليوم في وسط المدرسة التي قد تم بناؤها، وهم الطلاب فرحين مسرورين في بناء مدرسة لهم. وشكرا لكم وشكرا لكم. نشكر جميع مرات عدة لعباس نوافات وعائلته في مدينة لندن في هذا المشروع الخيري،
ونقول لعباس نواخاس وعائلته شكرا لكم أنت وعائلتك في هذا المشروع الخيري، ونحن ندعو الله لكم في كل ساعة في السر والعلانية أن يعينكم الله، ونسأل الله من أن يغفر لكم ذنوبكم وذنوب والديكم، وأن يهديكم الله إلى سواء الصراط، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اليوم يوم خير، لأننا نرى في هذه المدرسة وجوها تبشر لكم. اليوم يوم خير لأننا نرى في هذه المدرسة وجوها تبشر لكم. أنتم أعني عباس نواخاس وعائلته فدتم حاجة الطلاب والمعلم في بناء هذه المدرسة، فزادكم الله خيرا في ذلك. ونبدأ بعد قليل توزيع الكتب المصحف الشريف لتلاميذ المدرسة. وقبل كل هذا أود أن أنتقل إلى شكر معلم هذه المدرسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بعد التحية، الحمد لله القائل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، والصلاة والسلام على رسول الله القائل، على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم القائل: أفلا أكون عبدا شكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية والتقدير والاحترام، أنا مسرور جدا ببنائكم لي على هذه المدرسة، وشكرا عن هذا البناء على إخواني المتبرعين في لندن، وأقول لكم أكثر من 1000 شكر. وأختصر كلمتي على قول رسول محمد صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وشكرا لكم على بناء مدرسة لي، وأقول قولي هذا، وأدعوكم على أن يزيد الله صالح أعمالكم، وأن يجعل الله من أهل الجنة الأعلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاه الله خيرا. كان هذا معلم هذه المدرسة، وأسأله سبحانه أن يجعل صدقاتكم في ميزان حسناتكم، إنه ولي ذلك. والآن نبدأ توزيع كتب المصحف الشريف لتلاميذ هذه المدرسة. ونرجو من المدير العام لجمعية النارين الخيرية أن يوزع الكتب المصاحف القرآنية لطلاب هذه المدرسة. وأذكركم أيها الإخوة، عباس نواخاس وعائلته، أذكركم أن هذه الصدقة هي من الصدقات الجارية، فأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم أنت وعائلتك، وأن يجعلكم في ميزان حسناتكم يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أنتم أقرضتم لله سبحانه وتعالى قرضا، ونرجو من الله أن يتقبل منكم هذا القرض. ويقول الله تبارك وتعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور عليم. أقرضتم هذا القرض لله سبحانه وتعالى، لأجل الله سبحانه وتعالى. هذا القرض هو أنتم فعلتم إنجاز بناء مدرسة، بنيتم مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم. هذا قرض لله سبحانه وتعالى، والله نرجو أن يتقبل منكم، وأن يغفر الله بسبب هذا المشروع ذنوبكم وذنوب والديكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنتم أيها الإخوة من بصفة قول الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنتم نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بهذه الصفة.
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الصفة جيدة، نرجو من الله أن تكونوا من هذه الصفات التي وصفه الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم في السر والعلانية. وأقول أخيرا، يقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لمن؟ أيها الإخوة، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أقول هذا وشكرا لكم. ومن هنا أشكر لأخي حسن أبو بكر محمد، أخونا الشيخ ووكيلنا ونائب مدير الجمعية، والشيخ حسن أبو بكر محمد حسن أبقوي في هذا الإنجاز الخيري، في بذل هذا الإنجاز الخيري وهذا المشروع الخيري، مشروع بناء مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم. ونشكر لجهده في هذا المشروع الخيري، ونقول شكرا لك يا حسن أبو بكر محمد في هذا المشروع الخيري، ونرجو منك بذل الجهد وألا تكون كسلانا عن هذه المشاريع الخيرية. كن بذلا لتجد أجر فاعل الخير، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. أنت كفاعل الخير وكفاعل هذا المتبرعين، وأنت كفاعل هذه إعطاء هذه الصدقات، وأنت كفاعل كل حسنة التي يفعلها الفاعلين والمتبرعين. وشكرا لك في هذا البذل وبذل الجهد. ونقول كجمعية النهرين، أعضاء جمعية النهرين الخيرية، شكرا لك يا حسن أبو بكر محمد. وأخيرا نرسل تحياتنا إلى عباس نواخاس وعائلته، وأخونا الشيخ حسن أبو بكر محمد حسن أبقوي، ونقول لكم تقبلوا منا تحية عطرة من صميم قلب اليتامى والمساكين. نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقول لكم تقبلوا منا الشكر والجزيل والعرفان. ومن هنا أستفيد من أن أوصيكم بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته، وأوصيكم بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأخيرا أقول لكم تمنوا من الله الخير، تمنوا من الله الخير في مقابل مشروعكم هذا. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أيها الإخوة، كونوا مثل الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث السبع: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فواصلوا عملكم جزاكم الله خيرا، ودلوا طريق الخير إلى كل من يهتم بحب الخير، وإلى كل من يهتم بحب الخير، فجزاكم الله خيرا وكثر الله أمثالكم. أيها الإخوة، أيها المتبرعون،
أيها المتصدقون، هذا والله يرعاكم ويحفظكم ويسدد خطاكم، وأسأل الله سبحانه المغفرة لحسن أبو بكر محمد وعباس نواخاس وعائلته لتعلقنا معنا مع الأعمال الخيرية، وندعو الله لكم بالخير والبركة. أخيرا أشكر لعباس نواخاس وعائلته بمساعدتكم الناجحة الفعالة التي هي الآن نحن في افتتاحها، هي بناء المدرسة لأيتام والمساكين في المدن والقرى الصومالية. وأوصيكم بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته. أوصيكم بتقوى الله ولزوم طاعته، وشكرا لكم ألف مرة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا. ما تيسر لكم من القرآن يعني أخنا يا وحفظ نوع غير حسن كا ما تيسر لك من القرآن، اقرأ ما تيسر لك من القرآن فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. هي ما تيسر لك من القرآن. ما تيسر من الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله العظيم. هاي من آخر حسن يا عبد الرزاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. من اللي آخر؟ محمد عبدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جبدينا وحقف القرآن وأقري ما تيسر يعني أغنى. أي اسكفر يتمشك وأقري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
جزاك الله. يا كلا نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يا كلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. حسبك جزاكم الله. عندك كيف صار الموضوع؟ دمي ماشي رد علينا يا إمام علينا.